السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. الله عليكم يا أحلى متابعين، والله شرفتوني ونورتوني الجدد. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. وليت لكم بوصفة نتاع السكسو أو النعمة أو الطعام، كسكس باللحم والدجاج. هذا طبسي أو الصحن هذا الكبير درتو فطور لبنتي. أنا عندي بنتي الكبيرة متزوجة، بعتهولها الغداء نتاع الجمعة اللي فاتت. هادو هما عاداتنا وتقاليدنا. هنا جبت الدجاج على حساب أفراد العائلة، وعندي كيلو تاع اللحم. أكيد غسلت الدجاج، أنا نحي الجلدة تاعو وغسلت هذيك اللحم مليح. تقدروا تخليو شوية شحمة فيها باش يجيكم سكسو ديالكم بنين. تنكيوها اكيد، ما تخليوش كلش. هنا عندي طنجره تاع سكسو، حطيت بصله كبيره ربيتها، حطيت 3 مغارف نتاع الزيت، وحطيت 2 مغارف نتاع السمن. هذا سكسو تاع العراس ولا الطعام كيما يطولوا في الوسط، لازم نحطوا السمن. انا كانت عندي السمن مدينه ولا السمن تاع بقره اللي عندكم. اول حاجه نبدا نقلي البصله ديالي مع السمن والزيت مليح اكثر من 10 دقائق حتى ربع ساعه، ونعسها اكيد باش ما تحرقليش. كي يبدا يذوب شويه بصل ابان، نزيد اللحم تاعي ونزيد الدجاج. قلت لكم انا نحيت الجلده، ونخليو ابتي في نار يعني هاديه تقلى اللحم ديالي مع البصل والدجاج. وكي نحركو الدجاج نتولهو باش ما يفسدناش، يعني نخليوه باش يقعد لنا كامل، باش تقعد القطعه تاع الدجاج كامله. بعد ما تقلى مليح حوالي قريب نص ساعه، حطيت زيت ما يكون سخون، زيت الملح وزيت الفلفل. انا هذا سكسو تاعنا تاع ناس الجواجله في الشرق. هذا النوع من السكسو الابيض يكون غير بالفلفل الكحل والملح. هنا الحميصه كنت ديجا مرمتها وطيبتها نص طياب، زيتها هنا، خافت تعود ما طيبليش خاطر كاين النوعيه اللي ما طيبش. وزيت مرقت تما عفوا مرقت يعني الطنجره ديالي. من جهه اخرى قطعت غسلت اللفت، انا حبيت نزيد اللفت، غسلتها وقشرتها وقطعتها. هذا سكسو، هذا اللي على اليسار تاع بيع، وهذا على اليمين تاع الدار. كانوا عندي تاع الدار خلاص لي، باسكو حنا اون جينيرال نفتلو في الدار سكسو تاعنا ولا العوله ديالنا. حطيت شويه زيت وزيت ما كما راكم تشوفوا، شبعته بالماء، يعني لازم نديروا له ماء مليح. كان الناس اللي يغسلوه ديراكتومون في الحنفيه يعني في العين يعاودوا يقطروه. انا هذه هي طريقتي. نحطوا ماء، كل ما يشرب نزيد له ماء، خاطر تاع الدار يشرب ماء بزاف، وكل واحد وسكسو ديالو. ما تخافوش خاطر سكسو يشرب السوائل. حتى وتاع بيع يعني يكون انا شريت السيم مليح. بديت حطيته الفوره الاولى وكنت زيدت اللفت. من بعد نحيت الدجاج ديالي باش ما يطيحليش، باش يتقاد القطعه كيما راهي. هاي اللفت ديالي. اكيد ما تكتروش مرقه بزاف باش تخليو بلاصه باش يفول لكم السكسو الاز كيما نقولوا مليح. مريكه هذيك جات تهبل، ما من اللحم كانت طابت نحيتها. اذا كان ما طابت لكمش، كان اللحم تجي شويه ماشي مليحه يعني تحكم الوقت كبير، خليوها. هنا هذا الفوره الاولى شوفوا كيفاش جا، بسم الله ما شاء الله، جا حرير وزاد تضاعف في الحجم. كي يضاعف سكسو ديالكم كي تفوروه سما راهو ناجح. هنا زيتوا الفوره الثانيه، وتقدروا تفوروا سكسو ديالكم حتى 3 مرات. ها هو بسم الله ما شاء الله. في الفوره الثانيه كل ما حطيته زيت له السمن وشويه فلفل الكحل والملح. الملح نحطوه في الفوره الثانيه، وزيت عاود تقدروا تردوه لا تخوازيام فوا. ها هو درتو، سقيت الطبسي ديالي بالحميصه بالبيض باش بعدتو لبنتي باللحم والدجاج.
واكيد كان اللي خدمت ليا ولفت باش تغدينا به هاد نتاع نهار الجمعة. والله جا واحد سكسو يهبل بنين. المركه ديالو سمحولي نسيت ما صورت لكمش، جات ملبيه يعني مليحه، ما جاتش خفيفه. ما تكتروش ما بزاف باش ما يجيكمش شورورو كيما يكون يجيكم مرقه تجي يعني خفيفه بزاف، تجي سكسو ديالكم خفيف. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. بالصحه والراحه. وسمحولي اللي راهو يتفرج في الفيديو شهيتو، اكيد تعرفوا البقيه جام كيما العاده. تعليق حلو كيما نتوما باش تكبر القناة قناتكم، والبيت بيتكم، والأخت أختكم. إن شاء الله يعجبكم فيديو تاع سكسو ولا طعام ولا كسكس باللحم. السلام عليكم.